السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض ايس كريم شوكولاتة وفانيليا. حاجة كده سهلة وبسيطة، مكوناته بسيطة جدا وهيطلع معاكي ممتاز. القوام بتاعه كريمي ما شاء الله، بيدوب ذوبان. يعني حاجة كده سهلة عليكي جدا. زي ما قلنا المكونات بتاعته او الخطوات بتاعته سهلة جدا. هيطلع معاكي ممتاز من اول مرة هتعمليه فيه. هيطلع معاكي كريمي، حاجة كده هتطري على قلوبنا في الحر اللي احنا فيه ده. وكمان الايس كريم بتاعنا مش موجود فيه كريستالات تلج او مكتل من التلج، لا حاجه كده كريميه، تحسي ان بيدوب معاكي كانه احسن من الجاهز بكتير جدا او بمراحل. وكمان انت عاملاه زي ما قلت لك خطواته 1 2 3 هيكون جاهز معاكي. هنعمله بالحليب المحلى المكثف، وكمان هنعمل مع بعض الحليب المحلى المكثف من قبل ما نعمل الايس كريم، علشان تشوفي قد ايه خطواته سهله وبسيطه. مش محتاجه ان انت تشتري له اي حاجه خالص من بره، وهيطلع معاكي ممتاز. التجربة خير دليل. وكمان الوصفة زي ما قلت لك سهلة وبسيطة جدا، مكوناتها 1 2 3 هيطلع معاكي ممتاز. أتمنى إن انت تتابعي الفيديو للآخر، وما تنسيش لايك للقناة وكمان اشتراك في القناة لو انت أول مرة تشوفيني وتتابعيني. وتعالوا كده بينا نبدأ. هنعمل الأول الحليب المحلى المكثف بتاعنا. معايا كوباية، أو الكوباية دي صغيرة اللي هي بتاعة القهوة، حوالي 60 جرام من اللبن البودر، وزيها 60 جرام من السكر البودر. السكر البودر بتاعنا مش منخول، أنا معايراه بعد ما طحنته في الخلاط. تمام كده، يعني أنا طحناه في البيت. معايا معلقة صغيرة من الزبدة، والزبدة دي يعني بدرجة حرارة الغرفة، مش مكتلة قوي ومش طالعة من التلاجة. لا أنا طلعتها وسبتها إن هي تهدى شوية، وبعدين هشتغل فيها أو هنزلها على المكونات الجافة اللي احنا عملناها. يعني معايا كوباية من اللبن البودر، وكوباية من السكر البودر، وتلات أرباع كوباية سخنة من المية، يعني مية مسخناها في الكتل. خدت تلات أرباع الكوباية. زي ما قلت لك 60 جرام من السكر البودر، و60 جرام من اللبن البودر، معلقة صغيرة من الزبدة، 3 أرباع كوباية من المية، يعني حوالي 40 جرام من المية. تمام كده. ضربتهم ضربتين 3 في الخلاط. وعلشان السكر بتاعنا سكر بودر، ما خدش معانا وقت، واصبح القوام او الخليط بتاع الحليب المحلى المكثف زي ما انتم شايفين. حد يقول لي ينفع احط زيت مكان الزبده؟ اقول لك لا، هيدي ريحه مش حلوه، وكمان مش هيتقل معاك الخليط. ينفع احط سمنه؟ اقول لك لا، هتخرز ومش هتبقى كويسه. الافضل ان هو يتعمل زبده، وكمان في الخلاط دقيقتين 3 واصبح جاهز معاكي. هدخله التلاجة يبرد ويتقل قوامه ويبقى كويس. واهم حاجه غطيه بستريتش راب، ودخليه التلاجة او بعلبه يكون لها غطا. تعالوا بقى نعمل الكريمه بتاعتي. معايا 70 جرام من كريم شانتيه او الكريمه اللي معلها السكر. وبنفس الكوبايه هنزل بكوبايه ونص من الميه. انا استخدمت كوبايتين، والميه بتاعتنا متلجه، وممكن تستخدموا ميه عاديه بس تضيفوا مكعبات تلج. هضرب بالمضرب الكهربائي. لو ما عندكش مضرب كهربائي مش هتنفع ان انت تعمليها في الخلاط، هتاخد معاكي وقت ومجهود جدا، ومش هتطلع معاكي بنفس القوام او الخليط اللي احنا عايزينه. ولو عندك مضرب يدوي هتاخد منك مجهود، وبرضك مش هتطلع معاكي نفس قوام المضرب الكهرباء. فالافضل للوصفه ان يكون في مضرب كهرباء، هينجز معاكي وهيكون سريع، وهيطلع لك الخطوات ممتازة جدا. زي ما انتم شايفين كده، المية او الكوباية اللي انا استخدمتها للمية حوالي 300 جرام، لان الكوبايات بتاعتي مش الكوباية اللي هي بتاخد ال 200 جرام كاملة، لا هي اقل شوية من ال 200 جرام، بتاخد 180 جرام. معايا الحليب المحلى المكثف بتاعي بعد ما طلعته من التلاجة. زي ما انتم شايفين قوامه تقيل شوية نسبيا، وبقى ما شاء الله. مش محتاجين الكريمة بتاعتنا مش محلاة او معلها السكر، فمش محتاجين ان احنا نزود سكر، لان احنا حاطين في الحليب المحلى المكثف بتاعنا سكر. تمام كده. هنزل بكل الكمية اللي انا عملتها، والكمية كانت ممتازة وعلى قدها بالظبط. وهبدأ ان انا اضرب تاني، او اخلط المكونات واخليها تتجانس كويس قوي مع بعضها. وما تزوديش قوي في الضرب، علشان الكريمة ما تفصلش معاكي من كتر الضرب، او في الحر ده ممكن تسخن معاكي فتفصل على طول. ضربته مرة واتنين وتلاتة وخلاص. زي ما انتم شايفين اللون بدأ ان هو يتغير شوية، فخلاص كده. وما شاء الله الكريمة عاتية معايا كمية كويسة. أنا استخدمت كوبايتين من نفس الكوباية اللي أنا عايرت بيها المية، أو عايرت بيها الكريم شانتيه. خلاص كده المكونات بتاعي اصبحت جاهزة. هبدأ ان انا اقسم الخليط بتاعي على نصين. نص هعمله بالفانيليا، هنزل بباكت كده من الفانيليا البودر، ولو في فانيليا سايلة برضك ما فيش مشكلة، هتبقى كويسة وهتبقى زي الفل. دي اختياري بقى. الخطوة دي هنزل بمعلقتين من جوز الهند المبشور. بصراحة
يعني حاجة كده بتدّي له طعم حلو أوي، وبيفرق معاكِ في الطعم، جرّبيها هتبقى كويسة جدًا. هابدأ إن أنا بس أدّيهم ضربة بسيطة خالص كده بالمضرب الكهربي بتاعي، أو ممكن بالإسباتيولا وهتقلّبي المكونات مع بعضها، وهيبقى تمام الخليط تمام وزي الفل. وزي ما قُلت لِك ما تزوّديش في الضرب أوي، علشان الكريمة ما تفصلش معاكِ والمكونات تبقى المَيّة خلاص فصلت منها. معايا العلبة دي موجودة عند أي حد بتاع مستلزمات حلويات أو أطباق فِبرة أو فوم موجودة، ليها غطا وهتبقى كويسة أوي. ما عندكيش تنفع في علبة تلاجة ويكون لها غطا، وتبدئي إن أنتِ تصُبّي فيها الخليط، والأفضل إن هي تكون ناشفة ما فيهاش ولا نقطة مَيّة. خلاص كده الخليط بتاعنا أصبح جاهز. خلاص عملنا النوع الأول اللي هو الفانيليا وصبّيناه في العلبة بتاعتنا، هنضبّطه بس ونخبط العلبة خبطتين علشان خاطر الفراغات، ويبقى كده تمام، أصبح جاهز معانا. خطواته سهلة وبسيطة جدًا، وزي ما قُلت لِك هاسيب لِك المقادير في صندوق الوصف عشان لو أنتِ حابة إن أنتِ تعملي الوصفة وتتبعيها صح. استخدمي أهم حاجة المعيار أو الكوباية تبقى موحّدة في كل الكمية. ما شاء الله عملنا كمية حلوة أوي من آيس كريم الفانيليا، وزيّها هنعمل آيس كريم الشوكولاتة وهيطلع ممتاز جدًا. هاغطّيها بالغطا وادخّلها الفريزر، هتقعد معايا ممكن تقعّديها ليلة كاملة أو يوم من الصبح لبليل. معايا الخليط التاني أو الكمية اللي أنا قسمتها، هانزل عليها بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير مُحلّى، اللي أنا مستخدماه كاكاو أسباني غامق، وهانزل عليه بشوكولاتة شيبس. دي اختيارية بالنسبة ليكِ. كمية الكاكاو 30 جرام معلقتين، والشوكولاتة دي حجمها اختياري بالنسبة ليكِ، حابة تحطيها تمام، مش حابة تحطيها ما فيش مشكلة. هادّيهم برضه ضربتين بالمضرب كده لحد أمّا أتأكد إن الكاكاو كلّه اختلط وتجانس مع الكريمة في الأول، وبرضك هابدأ إن أنا بالإسباتيولا كده بعد الضرب خلاص كده ما عدتش محتاجة إن أنا أضرب، يعني ضربتين 3 وهابدأ بالإسباتيولا ألِم كل الجوانب ومن تحت ومن فوق، لإن لسه في كريمة ما اتخلطتش، وأنا مش عايزة زي ما قُلت لكم أزوّد الضرب أوي فيها، لإن كل ما بتزوّدي الضرب الكريمة بتاعتِك مش بتتقل لأ، هتسيح معاكِ لإن الجو حَر. خلاص كده أصبح جاهز، برضك في علبة تلاجة أو في نفس العلبة اللي أنا حطيت فيها الآيس كريم الفانيليا، هانزل بآيس كريم الشوكولاتة وهازيّنها كده بشوكولاتة شيبس من فوق، وده اختياري بالنسبة ليكِ. حابة تعمليها سادة ما فيش مشكلة، حابة تحطّي عليها شوكولاتة أو شوكولاتة بيضا أي حاجة، دي اختيارية بالنسبة ليكِ، كلّها أفكار بس أنا باساعدِك فيها. خلاص كده أصبح جاهز، هاغطّيه وادخّله الفريزر زي ما قُلت لِك ليلة كاملة علشان يبقى متلّج وجامد، والحمد لله كان ممتاز جدًا، ما فيهوش أي نوع من كريستالات التلج. القوام بتاعه كريمي، بيدوب دوبان حرفيًا كده. خطواته سهلة وبسيطة جدًا، مش هياخد معاكِ وقت ولا مجهود، وهيصبح معاكِ ممتاز. ده شكله بعد أمّا طلّعناه خلاص من الفريزر وقعدناه ليلة كاملة. ما شاء الله، ما شاء الله حاجة كده ممتازة. أتمنى إن أنتم تجرّبوه. أنا واجهني بس مشكلة واحدة أثناء ما كنت باعمل الآيس كريم بالمعلقة، المعلقة دي سيئة جدًا، عملت معايا بس شكل واحد أو كاس واحد من الآيس كريم، وبعد كده باظت ما عادتش عملت معايا أي حاجة، فاضطريت إن أنا أعمله بالمعلقة. ما شاء الله زي ما أنتم شايفين هتسيبيه بس يفُك دقيقتين 3 أو 5 دقايق وتبدئي بس اختاري معلقة كويسة إن هي تسهّل عليكِ عملية إن أنتِ تعمليه. وممكن تجيبي بسكوت اللي هو موجود عند بتاع الآيس كريم أو علب الآيس كريم، وتبدئي إن أنتِ تعملي أشكال لولادِك هتفرّحيهم بيها وهتكون ممتازة. الآيس كريم بتاعنا ممتاز جدًا بس عشان المعلقة ما ساعدتنيش، فهتحسّي إن هو مش متماسك أوي، لإن المعلقة ما كانتش مساعدة أوي وأنا عملته بالمعلقة العادية اللي هي بتاعة الأكل زي ما أنتم شايفين، حتى الآيس كريم ما نزلش منها. بس ما شاء الله كان ممتاز، وخلّوا كل حاجة تبقى ماشية معاكم بالضبط، ما فيش حاجة توقّفكم. أتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. لو أول مرّة تشوفوني وتتابعوني ما تنسوش اشتراك في القناة، تنزلي عند كلمة اشتراك وتضغطي، فعّلي زر الجرس على كلمة الكل علشان كل وصفة بانزّلها ينزل لِك إشعار بيها. وكمان ما تنسيش اللايك، لإن اللايك ده هو اللي بيخلّي أكبر عدد من المتابعين والمشاهدين يشوفوا القناة ويتفاعلوا معاها ويستفادوا بالوصفة بتاعتنا. وكمان كومنت حلو منِّك، أنا بابقى سعيدة جدًا وبافرح إن أنا باقدر أفيد حد بوصفاتي عن طريق الكومنتات بتاعتكم بتسعدني. أي سؤال أو أي حاجة محتاجة إن أنتِ تعرفيها اكتبي لي في الكومنتات وأنا إن شاء الله هارُد عليكِ في أقرب وقت ممكن. مشاهدة ممتعة للفيديو، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.